مالك؟ كيف مالي؟ ليش تلطمني وانش يسلم عليك؟ من قال لك انني اشتي اسلم عليك؟ لا مديت يداك وخلاص من مد يده يقدو يسلم. ايوه يمشي لا اسلم عليك مره ثانيه. خلاص امشي. مشاهدينا الكرام، يقال ليس كل ما يلمع ذهبا، ايضا مش كل من مد يده ناوي يسلم عليك او ناوي يساعدك، ربما ناوي يهفك ملطه، وربما ناوي الهض اللي في جيبك، وهناك شعار يقول يد تلضم ويد تلهض. ومن واقع التجربه في بلادنا عندنا جماعه كل شيء عندهم معكوس، اذا قال لك بنمد ايدينا انتبه لروحك والكل ما معك. اليوم ايدينا بكل محبه ممدوده لاخوتنا الجنوبيين، أيديهم ممدودة لإخواننا في الجنوب، وبكل محبة، لا يروح حسكم بعيد، بكل محبة دون رياء أو تزلف، بكل محبة يعني من القلب، بإخلاص، بتفاني، مدوا أيديهم لإخواننا الجنوب، وأنتم تعرفوا كيف مدوها. مدوا أيديهم وما زالت المحبة هذا إلى اليوم، ومدت اليد إلى اليوم في بعض المناطق في الضالع وغيرها ما زالوا ينثرون المحبة، ومن الحب ما قتل. وفي هذا المقام أوجه دعوة أخوية إلى حزب الإصلاح أن أيدينا ممدودة للسلام والإخاء والتفاهم. يا بختم وهؤلاء مد يد إليهم، بس هذا المرة ميزته أنه بكل إخاء وتفاهم بدأ أول شيء يتفاهم مع البيوت حقهم. يا ساتر جاي أمر هذا. ولم يكتفي هذا الإخاء والمحبة والتفاهم في البيوت، أيضا بكل محبة احتضنهم في السجون والمعتقلات. وشكى المختطفون أثناء جلسة المحاكمة الهزلية من تعرضهم لشتى صنوف التعذيب الوحشي يتعرض لها المختطفون نظرا لخضوعها لميليشيا الحوثي، كما السماح بنشر مقاطع مسجلة من اعترافات المتهمين وبثها على وسائل الإعلام حتى يطلع أبناء الشعب. وما زالت يده تمتد، واليد ممدودة لكل القوى السياسية في هذا البلد، لكل المكونات، لكل التيارات في هذا البلد. بعدها عمل تحديد للكل ومد يده للجميع ولم تستثني يده أي طرف. الحب للجميع. هذه أماكن الحرس، الميليشيات، المرتزقة، التابعين العفاش. هذا كما ترون أسرى أحصار. وامتدت يده لإخواننا في المؤتمر بكل حب وتفاني، امتدت يده في المؤسسات، في الوزارات، في الوظيفة العامة، حتى وصلت يد الشراكة وامتدت إلى زعيم المؤتمر. مصادر يمنية قد ذكرت أن ميليشيات الحوثي قد اغتالت صالح بعد أن اشتبكت مع موكبه وعدد من مرافقيه. مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. إذن تم إنزال صالح من سيارته حيا وتم اغتياله وقتله قبل أن يوقفه مسلحون ويقتلوه، ولا يعرف مصير 3 من أبنائه، كما لا توجد تفاصيل كافية عن الواقعة. ومن قوة الشراكة ما زالوا محتضنين جثته حتى اليوم، واحتضنوا بيوته وممتلكاته وعياله. هذا بيت الطاغية.